بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك حميد مجيد ودود شكور كريم وفي ملي. اللهم إنك تواب وهاب سريع الحساب جليل عزيز متكبر خالق بارئ مصور أحد قادر قاهر. اللهم لا ينفد ما وهبت ولا يرد ما منعت، فلك الحمد كما خلقت وصورت وقضيت وأضللت وهديت وأضحكت وأبكيت وأمت وأحييت وأفقرت وأغنيت وأمرضت وأشفيت وأطعمت وأسقيت، ولك الحمد في كل ما قضيت، ولا ملجأ منك إلا إليك يا واسع النعماء يا كريم الآلاء يا جزيل العطاء يا قاضي القضاة يا باسط الخيرات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا منزل البركات والآيات. اللهم إنك ترى ولا ترى، وأنت بالمنظر الأعلى يا فالق الحب والنوى، ولك الحمد في الآخرة والأولى. اللهم إنك غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا أنت. إليك المصير وسعت كل شيء رحمتك، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. بلغت حجتك ونفذ أمرك، وبقيت أنت وحدك لا شريك لك في أمرك، ولا تخيب سائلك إذا سألك بحق السائلين إليك الطالبين ما عندك. أسألك يا ربي بأحب السائلين إليك وبأسمائك التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت. أسألك أن تصلي على محمد
أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا أقسم عليك به كفيت. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكفينا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، وتعفو عنا وتغفر لنا وتقضي حوائجنا. اللهم اجعلنا من الذين إذا حدثوا صدقوا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا سئلوا أعطوا، وإذا سلبوا صبروا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا غضبوا غفروا، وإذا جهلوا رجعوا، وإذا ظلموا لم يظلموا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اجعلنا من الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إني أسألك من علمك لجهلنا، ومن قوتك لضعفنا، ومن غناك لفقرنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تردنا على أعقابنا، ولا تزل أقدامنا، ولا تزغ قلوبنا، ولا تدحض حجتنا، ولا تمح معذرتنا، ولا تعسر علينا سعينا، ولا تشمت بنا أعداءنا، ولا تسلط علينا سلطانا مخيفا. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تصرف عنا وجهك، ولا تحلل علينا غضبك، ولا تنحي عنا كرمك. واجعلنا اللهم من الصالحين الأخيار، وارزقنا ثواب دار القرار، واجعلنا من الأتقياء الأبرار، ووفقنا في الدنيا والآخرة، واجعل لنا مودة في قلوب المؤمنين.
اللهم كما اجتبيت آدم وتبت عليه تب علينا، وكما رضيت عن إسحاق فارض عنا، وكما صبرت إسماعيل على البلاء فصبرنا، وكما كشفت الضر عن أيوب فاكشف ضرنا، وكما جعلت لسليمان زلفى وحسن مآب فاجعل لنا، وكما أعطيت موسى وهارون سؤلهما فأعطنا، وكما رفعت إدريس مكانا عليا فارفعنا، وكما أدخلت إلياس واليسع وذا الكفل وذا القرنين في الصالحين فأدخلنا، وكما ربطت على قلوب أهل الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ونحن نقول كذلك فاربط على قلوبنا، وكما دعاك زكريا فاستجبت له فاستجب لنا، وكما أيدت عيسى بروح القدس فأيدنا بما تحب وترضى، وكما غفرت لمحمد صلى الله عليه وآله فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنك على كل شيء قدير. واجعلنا اللهم وجميع المؤمنين من عبادك العالمين العاملين الخاشعين المتقين المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.